المصاب بالرهاب الاجتماعي بيعيش في دايره مفرغه، بيسموها في العلاج المعرفي السلوكي دايره القلق الاجتماعي. خوف قبل الموقف، تجنب، احساس بالذنب، جلد الذات، خوف اكبر في المره اللي بعدها، جمعيه ودايره يابا. مع الوقت بيبدا الشخص يتجنب الخروج والكلام، حتى ابسط المواقف زي المكالمات او انه يعمل اوردر. وفي عامل بيولوجي مهم جدا في الموضوع لا يمكن اغفاله. اتعملت ابحاث بالرنين المغناطيسي الوظيفي، لقت ان عند المصابين بالرهاب الاجتماعي نشاط زائد في اللوزه الدماغيه. ركز مع اللوزه دي عشان هتسمع عنها كتير. عامله مشاكل كبيره قوي، هي المسؤوله عن معالجه الخوف، وده بيخليهم يفسروا تعابير الناس او نبرات اصواتهم بشكل سلبي حتى لو مفيش حاجه غلط. العلاج الفعال غالبا بيكون ميكس من العلاج السلوكي والنفسي، اهمهم العلاج المعرفي السلوكي، وده بيعتمد على تعديل الافكار المشوهه اللي بتغذي القلق. بدل ما تقول اكيد هيضحكوا عليا، تحاول تقول مفيش دليل على كده، ولو حصل مش نهايه العالم، ما يضحكوا يا عم وانا احسن من سمير غانم. مع ده بيجي التعريض التدريجي، وركز على انه يكون تدريجي، ما تعرضش نفسك مره واحده هتتعب. يعني تبدا بخطوات صغيره تعرض فيها للمواقف اللي بتخاف منها من غير ضغط كبير، وتزود الصعوبه تدريجيا. اعتبر نفسك بتلعب جيم. في استراتيجيات بقى عمليه تقدر تبدا بيها، واهم حاجه في الموضوع ده انك تعيد بناء احترامك لذاتك، لان جزء كبير من الرهاب الاجتماعي سببه تدني تقدير الذات. ده بيبدا من تغيير صوتك الداخلي من ناقد قاسي لصوت داعم، وتفتكر ان اغلب الناس اصلا مشغوله بنفسها اكتر بكتير من انها تراقبك او تحلل كل حركه منك، وتبتدي تصدق انك مش محور الكون ومحدش فاضيلك.